سليمان حابس، كان عندي كونتاكت معاه، كان عندي تفاهمنا باش نخدموا ان بروجي. بعد قال لي بلي كاين بروجي مع مسيو محمد شرشال، يبقى كونتاكتاني وانا عيطت للجروب ديالي وطلعنا. بون لو شيف دو جروب تاعنا سي أسامة شريف، يعرف الكوريغراف، دار الكونتاكت معاه وبدينا نخدمو معاه. كونتاكت لي ان امي بروبوزا عليا باش ندير انيسي في هو سبيكتاكل. تلاقينا مع الكوريغراف سليمان حابس، درنا ليسي وكملنا. Bien sûr que je suis danseuse. وباش جيت لا بيس تاع الهيشة grâce à mon ami كان معايا ان دونسور عيط لي بروبوز عليا نخدم معاه. جينا شفنا الكوريغراف بوي ديسيدنا باش نخدمو. De Rhinocéros, il raconte la montée de l'esprit nazi. Donc, أنا شفت باللي ممكن نص كيما هذا ندير له إسقاط على الواقع الجزائري اللي لاحظت فيه نوتخ مونتي ماشي نازي ولكن بير سي اون مونتي بيستيال، سي اون مونتي يعني هناك في المجتمع تاعنا تصاعد واضح للعنف بكل اشكاله. كفنان لاحظت ان هذه الظاهره غريبه على المجتمع الجزائري، دونك يفو لا دينونسي. يجي يسيي دو لا دينونسي en adaptant le texte de Rhinocéros de Mohamed Sirchel, il m'a contacté un jour, alors que j'étais pas du tout dans la liste Calicomédia Leader sur Facebook. Et قال لي voilà, je te vois dans un rôle dans le Haïcha. Et comme il parlait de ce projet un mois ou un mois et demi à l'avant, ça m'a intéressé. Et je suis allé, j'ai pris le texte. Et dès le début, j'étais dans le rôle de Mkerkar. Mais le comédien qui aimerait faire le rôle principal, il a désisté à la dernière minute. Et du coup, je me suis retrouvé en train de faire le rôle de Bachir. Comme le rôle nécessite une performance fait la danse que j'ai. Du coup, j'étais le remplaçant dans le rôle de Bachir. Et comme ça, je me suis retrouvé en train de jouer le rôle principal, Karl Haïcha. Voilà. Pour moi, c'est la première fois que je joue un rôle principal. Hein. C'était la première fois qu'on m'attribue le rôle principal d'une pièce. Du coup, c'est un fardeau. Et Dina, le montage, je vais vous dire la vérité, Cherchel, il s'est présenté avec un programme détaillé, des scènes, qu'est-ce qu'on va travailler chaque fois. Et moi, je disais, mais à cette allure-là, on ne va jamais avancer. Mais en fait, non, on a bien avancé.
بحال هكا كاين الانسان حشام حاب يدير هكا باش راك تحمل تبعيه. الناس يقولوا enfin les gens du métier يقولوا باللي كما يقولوا باللي شرشال كاتب ماهوش مخرج يقولوا باللي طارق il est plus danseur que comédien. Qu'est-ce que tu penses نتايا en plus كل واحد يدانسور c'est leur avis. Je peux vous dire que أنايا ممثل قبل لا نكون دانسور. جيتي دانسور ابخي ما تخرجت من التمثيل لانه عندي قدرات جسديه مليحه تمكنني اني نكون دانسور. علاش لا اذا نقدر نكون اي دانسور اي كوميديان ça c'est un plus pour moi. Et je peux vous dire que شرشال c'est un مخرج مسرحي كان لي شرف اني نخدم معاه وكاتب ثالث. ولو فات انه يكون كاتب ما يمنعوش انه يكون مخرج، ولو فات انه يكون مخرج ما يمنعوش انه يكون كاتب، وانا سي لا ميم. راك تبهدل على بالك، راني حشماني خليك تكون صح. الله يخليك جعفر ما تزيدش عليا، هاني كان حياتي نخدم في خدمه ما نحبهاش، متواجد من السوايع خدمه في البيت، وزيد عندي شهر واحد كونجي في العام، كي يجيني الويكاند نشرب باه ننسى. الناس كامله يتخدموا سوايع في النهار وكاع نديروا شهر كومتي في النهار. الحمد لله البشير وزانا وكيل. تسمع حوايج ولا؟ من الناحيه الفنيه كانوا مجموعه من الفنانين اللي كنت حاب انا نتمنى نخدم معهم، منهم عبد الكريم بن خلف الله، من الاخت والصديقه نضال، لأن بصفه عامه عيشة كانت من اروع واحسن تجارب اللي عشتهم في حياتي الفنيه. وين جاب؟ وين؟ زدوها هوايت وحدو فين؟ وين؟ في المساحة الوطنية. أنا جايين شاف أنا جايين. الماكيفة ما نكذبش في الاول خوفني شويه البيرسوناج، ما باليش سي بارابور للتكست ولا خوفني سانسيرمون خوفني. ابخي 15 جور تاع لي ريبيتيسيون باش بديت نلقى روحي شويه في البيرسوناج. الحاجه المليحه سك حسيت روحي جاي افونسي في حياتي كيما في الجانب الفني، باسكو سانسيرمون في الهيشة تعلمت بزاف صوالح، اي سورتو كي يافي دي جون اجي معانا، جو بارل دي زونسيان كيما عمو عبد الكريم، كيما مانو كان يحبني بزاف. باش كاين يحبك يا مطوسين وكثر منو بالك. اللي كان بارتنير تاعي. شفت الهيشة ولا ما شفتهاش؟ ايه شفتها غبرتها علينا. انا ثاني مثل الخوف. مدام خفتك وبيان اسمحي لي نعاودك درت لك تاع وشطح لك وبلا ما تشقي روحك. ميرسي بوكو. نقول لكم الصح انا ثاني خفت منها بزاف. الخوف احساس غير عقلاني. لما الانسان يعني العلماء النفس يقول لك الانسان عنده 100 كارتر دو فولي بار جور فهمت هي، وهذا الكارتر دو فولي يجي كما نقولوا انجاز من بارول الى اخره، تسمى يكون كانه هيشه يعني يستهوش فهمت هي. والمسرحيات دل على هذا الشيء، لكن كما نقولوا محمد شرشال غمق في هذا الميدان، غمق هكذايا
على حسب المجتمع تاعنا كاين شي ناس عندهم يعني كيما نقولوا واحد الحركات يعني حيوانيه. انا نقول لك صح صبت روحي في الهيشة مليح، لعبت عده ادوار عده مسرحيات بصح في الهيشة لعبت 2 ادوار، الدور تاع المنطقي والدور تاع الشيخ الحاج بوفرططو. يعني صبت روحي علاش على خاطر كيما نقولوا سي دي رول دو كومبوزيسيون يعني صبت روحي مليح يعني كيما نقولوا اون فرونسي يقول جو مسي روتروفي. وهذه انا بالنسبه لي مالغري تسمع عندي شحال من سنه 50 سنه في ميدان الفن، لكن هذه تجربه جديده اللي نستفاد منها ان شاء الله. ومحمد شلشال حقيقه استفاد يعني تسمع اعطاني معلومات يعني اللي كنت نجهلهم تماما. خليني نعطيك استدلال سهل. الفوق عندهم 4 سنين والكلاب ديالي فوق سوركس عندهم كل واحد فيهم 4 سنين. الكلب تاعي ثاني عنده 4 سنين، اذا الكلمه ديالك ها؟ والعكس صحيح. لاني نعرف محمد شلشال انه يعمل ما يعملش هذا كبر يحب يدير اعمال يخلي فيها بصمه، لاني نعرفه هذه مده اكثر من 25 سنه. التدريبات كان العمل يعني ما نقدرش نقول لك شاق، وانما كان ممتع. انا مع محمد بالنسبه لي تعلمت اشياء ربما كنت مجهلها. يعني كل عمل بالنسبه لي هو عباره عن تجربه يزيد لي طاقه في السي في تاعي او في المشوار تاعي الفني. شوف الحاج هنا في الحقيقه كان شغل الصح. شوف هي في الحقيقه كانت شغل ما راكش متأكد. خياليه هو يشوف البلاد والله هذه عمرها ما صارت. لو كان تشوف مرة صدق الغوله ولا واش ما تلقاو حكايه الجدات منه. أبا محمد شلشال ليه الفضل يعني انه اتصل بيا وقال لي حبك تكوني معايا في مسرحيه الهيشة. مشكور على المبادره اللي دارها. محمد شلشال شافك ما يعرفك وين عرفك محمد شلشال عرفك فين؟ محمد شلشال عرفني في حصه توب سكاتش اللي جازت في الشروق تيفي. انا كنت مشاركه فيها وثم في الاول كان يبان لي الدور صغير ومساحتي ضيقه بزاف، نظرا زعما الادوار اللي كنت نلعبها من قبل هكا كانوا زعما يهفوا فيا برك يعطيوني دي رول كبار وانا ما كانش يعني قاعده عليها. بصح من جيت لمسرحيه الهيشة وعطاني المخرج دور صغير، رغم هذاك الدور بفضله يعني وفضل المجهودات اللي انا درتها يعني من عند كل واحد هزيت شويه باسكو يعني صراحه انا كنت ناقصه شويه بالنسبه لي، اني ناقصه هزيت من عند هذا من عند هذا من عند هذا، والمخرج بدوره هو يلم هذاك الشيء كامل اللي هزيته وخرجت الرول تاعي في الهيشة. هذه هيشة هذه نفس الهيشة عاودت ولا؟ صح نفس الهيشة عاودت. لا غلط هذه هيشة أخرى. هذه ثاني مرة جات من هنا. نفس الهيشة اللي جات منها. يا جماعة عرفوا فاضي. الهيشة اللي جات من فين؟ عندها الدرون بصح هذه ما عندهاش الدرون. وين شفت باللي ما عندهاش الدرون. الهيشة الخبر اللي كانت دايرها مش لهاش Revenir de l'Aïcha, c'est Mohamed Laouadi. كثر خير على كل حال اللي قال لي فوالا يا محمد شلشال qui va monter une pièce. Il a besoin de toi, il voudrait te voir. J'ai dit oui, je dis toujours au travail كيما يقول لك je ne crache pas sur la soupe. أنا وين كاين خدمة هذه المهنة تاعي نخدم ونحب الخدمة هذه. La preuve, à 62 ans, je travaille toujours et j'ai besoin encore de travailler. Mohamed Churchill a un bon casting. Ça m'a permis de connaître de nouveaux gens, de nouveaux comédiens talentueux. منهم نضال، منهم وائل، منهم طارق محرحر، عمي عبد الكريم بخير فلاس et plusieurs jeunes talentueux. يعني ce qui m'a plu في الهيشة c'était l'entente qu'il y avait une très belle entente. الناس يتحبوا الناس يقصروا على الخدمة même en dehors du travail c'est-à-dire نتلاقاو في القهوة نقصروا على الخدمة. Il y avait un beau texte, il y avait une belle mise en scène au départ déjà.
Mohamed Cherchal كان على بالو واش كان يدير. Au départ déjà je lui ai dit que ça va être une très belle pièce. Je l'ai pressenti parce que vu la méthode de travail, vu ce qu'il a choisi comme scénographie, comme acteur, comme سمحي لي ما كانش عندي الوقت باش نحفف لحيتي. عادي مدموزيل عادي، لازم تعرفي بدي الخطوط كامل يموت. كاين ما تندبي علينا تندبي على راسك ان شاء الله، انا ما انا خير قط. بعدو اسمحوا لي باردون ما تغبنيش روحك يا مدموزيل، ربي يكون معاك حنونه. C'est-à-dire que la galanterie, c'est de l'hypocrisie, c'est lucratif ce qu'il fait, les agras shakhsiya. Et j'ai découvert ça et c'est à travers ça que j'ai composé mon personnage. Ou la pièce, parce que تقترح مشكل يعني المجتمع تاعنا اللي راح في تدهور كبير يعني بالنسبه هاد 15 سنه ولا 20 سنه اللي فاتوا. حقيقه يا ان شونجمون au niveau mondial parce que nous étions sous un régime qui était socialiste et puis tout d'un coup رحنا l'économie de marché, le capitalisme, et c'est plus c'est le libéralisme à outrance. Alors bon, nous sommes d'accord que changer économiquement mais changer يعني بالنسبه الشيء اللي انا لاحظوه دوك يعني علاش الهيشه نجحت. صدق ما يلزمش والو نتبدلوا يعني في الاقتصاد، ولكن الشخصيه تاعنا، التقاليد تاعنا، لي مورس تاعنا، لي كوتيم، المحبه هذا ما يلزمش تبدل. il faut pas qu'on perde ces valeurs là. لازم تعرفي حاجه من عند مخرج العرض محمد شرشال، مخرج عرض الهيشه، باللي كان شرف ليا و سيتي ان غران بليزير دافوار ممثله نضال في الفريق تاعي. شوف خويا محمد، بغا كل شيء تا صديق واخ، الشرف كامل كان لي انايا، واللي ما قلتلكش نقولوا لك درك بعد 3 سنين ولا 4 سنين نظن ما اشتغلتش في المسرح،
عطيتني هذه الفرصة أني نشتغل مع مخرج اللي هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية. المخرج اللي نلقى روحي معاه على أرضية واحدة واقفين ونهضروا نفس اللغة وعندنا نفس القاموس الفني والمسرحي. المسرحية كانت عندها، أنا ما نحبش نقول رسالة، ولكن المسرحية قالت شيء كان لازم ينقال في هذا الوقت بالذات. وين فقدنا الأشياء اللي تربينا عليها، الأخلاق اللي تربينا عليها. الأسرة ما عادش أسرة، الأخ ما رجعش أخ، المثقف ما رجعش مثقف، رجع يجري فقط مر المادة. وين توقف مع نفسك رغم أنك تعرف روحك أنت على حق، توقف مع نفسك وتولي تشك في نفسك لما تخزر في المراية وتقول بالك صح راهم هما على حق وأنا على خطأ. هذه المسرحية إعادة الاعتبار الأشياء كثيرة بما فيها الإخراج المسرحي. هذه المسرحية، ولو أنه الدور كان يعني ما كانش قد طموحاتي أنا كممثلة وقد أدواتي، لكني حبيت نشتغل عليه وحبيت نقدمه وحبيت نولي للجمهور المسرح من خلال هذه المسرحية. ولكنك قبلتي دور صغير وسبق لك من قبل أنك رفضتي أعمال لمخرجين أخرين رغم أن الأدوار كانت معتبرة. لا، أنا ما ننظرش للدور كدور طويل ولا قصير ولا فيه ولا أنا ننظر المسرحية ككل كعمل جماعي. أولا مع من راح نشتغل النص، وش حب يقول النص، وش راح يقول، وش نقدم من خلاله للجمهور. أنا كانت لي فرصة أني اشتغلت مع الشباب هذو مع سواء في الكوريغرافيا ولا سواء معك أنت كمخرج ولا إلى كانت أدوار رفضتها، ورغم أنها كما قلت أنت بالك أدوار عندها مساحة أكبر من الدور هذا، لكن ما كانش المخرج اللي كان عمري ما جاني مخرج محترف واسمه مخرج ورفضت معاه العمل. باش تعرف أني أنا أولا عندي مبدأ وهو أني نآمن بالتخصص. أنا لما التحقت بالمعهد كنت قادرة نشتغل هكذا بلا ما نلتحق بالمعهد بلا ما ندرس لكن أنا نحترم فيك أنت أيضا، وكنت معاك وزامنت الفترة اللي أنت درست فيها، أنك ضحيت بكل شيء وحبيت تدرس وحبيت تتخصص في الإخراج، رغم أنه أنت ثاني أيضا كنت معروف في الميدان واشتغلت في المسرح. أنا كيما أنت أخويا محمد، أنا نآمن بالتخصص. أنا ممثلة ما نحبش يجي ممثل كيما أنا ويقول لي أنا ندير الإخراج ونعطيك الدور ونعطيك البطولة. لا، أنا وافقت أني نشتغل معك رغم أنه الدور ماهوش، ولكنك مخرج يمكن أنك تضيف لي. على الممثل هو أنه يصنع من الدور هذا دور كبير أو دور صغير. شفنا ممثلين كبار، ممثلين يعني جاتهم فرصة الدور الكبير اللي يسموه الدور الكبير ولا البطولة ولا الدور الأول، لكن ما قدموا حتى شيء كيما جاو كيما راحوا وما سجلوش حضور ولا عند الجمهور، وما كانت لهمش يعني كيما نقولوا سمعة طيبة عند المتلقي. والعكس التاريخ يثبت أنه كاين ممثلين الأدوار الثانوية ولا الدور الثاني ولا الثالث لكنهم ينجحوا.
داروا عليك سبب معقول. هذا معجبين. واش انا حي؟ احكمها الباشير. هي راح تصوت عليا. احكمها الباشير. خلوها الصوت. دمها. لا حكمتهاش. من أول مرة قريت النص عرفت أنه المسرحية راح يكون عندها صدى جيد جدا وطيب عند المتلقي. وبعد ما عملناها وبعد ما تدربنا عليها وبعد ما اشتغلنا يعني وشفت النور وشافها الجمهور، الحمد لله مسرحية الهيشة مسرحية ذات مستوى راقي جدا، فني عالي، فيها من كل إذا حبينا نقولوا إذا نظرنا للسينوغرافيا كانت إضافة للعمل، إذا نظرنا للموسيقى أيضا، إذا نظرنا يعني العمل ككل هو عمل يعني الحمد لله بعد شحال من سنة المسرح الوطني حتى المدير يعني الحق حتى المدير هضرها قال لك بعد عندنا سنوات المسرح الوطني ما شافش مسرحية كما هذه وما شافش جمهور كما هذا يجي العرض كما هذا. ما تخلينيش انا نحبك. نتعامل مع شرشال كمخرج ما على باليش انا نهار شديت الدور اول مره لقيته باللي يعني با ان بتي رول ان كرون رول مي كان دور صغير ما مكتوب هامشيا دور باش نمشي انا مكتوب في الارشادات ما عنديش حوارات ما عنديش كذا بصح افورس دو طرافاي قدرت نلقى لو رول تاعي وخدمت اللغه العالميه خدمت لغه الجسد جافي مي سيتواسيون ما بريزونس غير الاكسيون تكنيك وهذا ارشادات تاع المخرج باسكو بالك انا كنت اناني شويه نشوف كممثل المخرج كان يشوف لا فيزيون جلوبال تاع هي على كل حال كل الادوار في المسرحيه تاع الهيشة خصوصا سمير دو بيان كل حجره لاصقه فيها انا حجره من ديك الحجرات اللي لاصقه لقيت روحي وسط الميكيب موزايك دو كوميديان بالك 3 جينيراسيون انا راني نحسب دوك في الجينيراسيون الوسطانيه لقيت روحي نخدم مع عمي عبد الكريم مانو دوز دو سوسونتين لقيت ليكيب دو جون تاع لي بونسور 20 طون وثاني خدمت مع زملاء اللي قراو معايا وزملاء اخرين لقيت روحي اول تجربه نديرها معاهم عجبتني بزاف. صح هو ثاني ما يستعرفش يغلط حتروحوا مالك ويعرف كل شيء. وين؟ ها؟ وانت عندك دليل نتاعو؟ على واش؟ على واش؟ عندك كلام اللي كنت تقول فيه طبيب وقال لك صاحبك يا حبابه كيفاش عارف بلي كاين هيشه وحده وماشي زوج. ونفرضوا بلي كاين زوج هوايش شكون فيهم اللي عندها القرون وشكون فيهم اللي ما عندهاش؟ إذا حمامة تحب سكرتي أنا تعاني من أعراض مرض الإدمان بشيء لازم تموتات وتبقوش مع عقلك يوفي هوايش الدوش
نهار جيت للمسرح الوطني كممثل خفت هذا الانتاج. بصفتي كنت خايف بزاف وانا نحس بروحي كي نكون خايف كاش عرض مسرحي ولا انتاج، على بالي بلي راني رايح نقدم الاحسن. وكما نزيد نقول بلي العرض الهيشة كان انتاج من نوع الرفيع، وين المخرج اختار ممثلين من الطراز العالي. وعلاش ماشي حكمه؟ مادام هذا الشيء صرا عنده الحق يهوز. انا راني رافض هذا الواقع اصلا. واش تقدر دير مع هذا الواقع اللي راك رافضه اصلا؟ لا ما باليش واش ندير، لا نكتبوا عليه في الجورنال، ناخذوا عليه في التلفزيون، نفتحوا في الفيسبوك، هذه نفتحوا في الفيسبوك. وعلاش تطلق روحك على هاد شويه هوايش حبت تغير جلدها؟ لان صحراء. نظن الهيشة كانت تجربة أكثر من ناجحة، والدليل أنه التفاف الجمهور حولها، اعتراف المختصين بنوعية العمل، اعترافهم بأن العمل في مستوى الفرجة والمطلوب. نظن أنه الفائدة نتاعي أني جي غنوي افيك ان بيبليك اللي ربما ابتعدت عليه لمده 7 سنوات، وهذا البيبليك هذا ما خدمنيش. اللي تي لا اللي تي بريزون في السبيكتاكل تاع الهيشة، سواء في المنطقه الجزائريه في الغرب او في الشرق. اينما مرت مسرحيه الهيشة كان فيه تجاوب الجمهور، وكان فيه التفاف حول العرض، والايمان بانه عرض مشرف على الاقل. نغتنم الفرصة باش نشكر شخصين اللي لولاهما لما رأت مسرحية الهيشة النور، وهاد الشخصين هما السيد يحيوي مدير المسرح الوطني، والفنان القدير المحترم سيد أحمد آكومي، اللي هو وبفضله أيضا المسرحية هذه شافها الجمهور وشافت النور. من جانب الفريق الفني نظن بأن أغلب الممثلين كانوا محترفين، أغلبهم كانوا محترفين. المشكل الحقيقي واللي لقيته في المسرح هو مشكل أغلبية العمال والتقنيين اللي ربما تسرب فيهم، وهذا من نتائج سوء التسيير تاع الفترة السابقة والعشر سنوات السابقة. هذا سوء التسيير تاع المسرح الوطني خلى في المسرح تظهر بعض السلوكات الغير الاحترافية من يعني لا بليبار دي ترافايور ولا عندهم عقلية الاستسهال ولا إن صح التعبير يتصرفوا مع مهنتهم بخبث. يعني نقول الأغلبية اللي أستثني بعض المحترفين المتواجدين لكنهم قليلون. أغلبية العمال في المسرح الوطني سادتهم سلوكيات لا تخدم المسرح، بالعكس بل تضر بالعرض المسرحي. واش شاف ماشينيست؟ ما كان لا شاف ماشينيست لا والو. لا حكي لنا على الديكور. لا ما كان لا شاف ماشينيست لا والو. احكي لنا على الديكور الثقيل هذا، يرحم بابا. قول لي والله غير سيري. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. حياكم. لا شي غير عيانا طحقنا. لا اله الا الله محمد رسول الله والله العظيم. بصح كاين حل. ما فيه حتى حل. ما يزيدوا بكم زادوا لي ماشينيست. فيه الطلعه فيه الهبطه، سيرتو كي نروحوا سيطار سيرتو كي نروحوا نحكوا على التقنيين. التقني اللي يجيب لي سيرتيفيكا ميديكال ولا يقول لي عندي داني ديسكال ولا عندي لارتروس ولا ما نقدرش نوقف، يجيب سيرتيفيكا ميديكال من عند الطبيب، يروح الميدسان دو طرافاي يعطي له توقيف عن العمل. إلا ما تقدرش تخدم ما تخدمش، ما تمارسش هذه المهنة. مع كل احتراماتنا ما نشوفش باللي مشكل الهيشة في الديكور. المشكل اللي راه في المشكل المطروح هو في عمال المسرح الوطني الجزائري. انا طلعناها في اسوسياسيون ولا كوبيراتيف، اوني تان تياتر ناسيونال نورمالمون سي با. انا كي نشوفوا دوطر تياتر سواء مسارح وطنيه ولا قوميه عند في دول يالو كاين شقيقه
تلقى الممثلين 50 ممثل ديكور ما على باليش، مسرح وطني يقول لك ديكور على مسرحيه فيها 18 بنادم، في مسرح وطني يقول لك بزاف. هي في الحق في 2015 رانا داخلين 2016 ما نخموش بهذه العقليه، لانه تقدر تشتغل بديكور اكثر من هكذا كيما تقدر تشتغل على المسرح ما كاش ديكور. ما نخموش هكذا لانه المسرح عنده الفن كابداع ما نقدروش نحصروه في هذه الافكار، لكن ظروف المسرح الوطني ولا اللي هما راهم حاطينه فيها الظروف تخلي الناس انها تخمم هكذا، لانه كما تشوف بالك راك على بالك في الكوليس في الظروف اللي رانا نشتغلوا عليها في الكل، يعني ظروف ماهيش تاع عمل وماهيش تاع ابداع. On me parle actuellement, على حسب ما نسمعوا قال لك ديكور. Là je n'entre pas dans ces détails parce qu'il y a un metteur en scène. علاش كاين metteur en scène? C'est lui qui choisit sa scénographie. Comme il a choisi son casting, les comédiens, comme il a choisi le texte. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et pour les décors, j'ai vu des décors plus énormes. يعني énorme فايتين هذا الديكور هذا. لعبوا تشعروا وعندنا مسارح، عندنا les moyens. Elle n'a pas été montée dans une coopérative. Elle a été montée dans un théâtre, le théâtre national. صحيح الناس هضرت ربما الناس اللي ما تعرفش هذا الميدان خاصة المسرح اللي هضرت هذا الكلام، ولو اني انا ضد هذه الفكرة، لانه عمل كما الهيشة عمل كبير فيه عدة ممثلين الله يبارك، ديكورها كبير، ضرورة إخراجية. الإخراج كان عنده الرؤية تاعو، المخرج يشوف ديكور كما هذاك، الديكور أنا نظن ماشي كبير، ماهوش ديكور كبير، ديكور عادي. هاوليك الديكور. كيف الهوايش؟ وانتم تحصلوا في شرشان، هاوليك الديكور. شرف العباد إذا هو راه عجبو الحال كيرجع هايشة، حاجة تخصو، الهوايش مخلوقات كيما حنا وعندهم الحق في الحياة كيما حنا. على بالي بصح بشرط ما يدمروناش حياتنا، راك عادي بالفرق اللي بيننا وبين الهوايش. وعلى واش حسبت لك؟ حياتنا خير من حياتهم؟ توفيق، الهوايش داو الشيعة برك. احنا عندنا الاخلاق هي اللي تفضلنا على هذه الكائنات. الاخلاق ما هي الا بقينا نخبوا راه حيوانيتنا. الهيشة بالنسبة لنا سي حاجة اللي حبينا نلعبوها بوكوا با في لي 48 ولاية. الناس كامل عندهم حق يشوفوا الهيشة، وما ما كله نكريو روحنا حواجز اللي هما الديكور كبير. صح une pièce de théâtre c'est ça, c'est une pièce de théâtre, c'est un décor, c'est des comédiens différents, d'âges différents. Ce qu'il y a dans le Haïcha, ce qui est important, c'est qu'on a des tranches d'âge différentes. On a même 75 ans à tel 19 ans. Du coup c'est riche, c'est de la rencontre entre des générations. Et c'est riche, c'est beau. Et c'est ça une pièce de théâtre. C'est plein de couleurs, plein de gens et plein de décors. إذا كان المشكل في الديكور، المشكل في التعداد الفريق الفني والتكنيك، كان من الأول ما يقبلوش كمشروع. أنا جام دوموند الناس تقبل مشروع بهذا الحجم ومن بعد تولي تتحجج. كاين إشكالية في الديكور، كاين إشكالية يقولوا لا ديال مسرحية الهيشة، ديكور مسرحية الهيشة إلا شحال في الناس اللي ما تختارونش المهنة ولا يقولوا لا ديال. انا شفت نهار جا عادل امام بالفرقه نتاعو اللي فيها فايت 30 واحد بالديكور الضخم ديالهم، جاز نورمال اقامه في شيراتون ولا مش عارف وين كاع الجروب. الاخر خدموا في ان اندروا وخدموا في شكون في ابن خلدون ولا وين، سيتي والغاشي جا اي تو. ونشوف ثاني كيديروا مهرجانات نتاع المسرح، يجيبوا بزاف فرق من الدول العربيه خدموا لهم، حنا نخدموا لهم الديكور تاعهم. الديكور دي فوا يكون كبير ما يجوزوا. alors je vois pas بلي هذه صح. en fait c'est un obstacle pour les gens qui veulent pas travailler. voilà. والله هذا وين بدات تحلى الهيشة، هذا وين بدات تحلى الهيشة، وين بدات تحلى دوماج حتخلص. بالنسبة لي حبيت عادي تكمل يعني ماشي تحبس. بصح الديكور ثقيل فايزة، الديكور ثقيل وانتوما غاشي وبزاف وكروند ايكيب كاين حل نقصوا في الديكور.
خير يا فلان الفرج هذا واش تحب انت باش يزيد لها الجيران نفس الحال نسير في الكاس مانيش قادرة لا ما نحبك انا ما تخافيش دوك الجوز من الحال مسرحية الهيشة بقاو لها عرضين أو 3 وتتوقف عن العرض وتروح للأرشيف. سي ديسيفون يعني باش تحبس اون بياس باغي je l'ai dit en toute sincérité, c'est un très grand travail, c'est un beau travail, une belle mise en scène, un beau texte, une bonne pléiade de comédiens. Je suis triste. مانيش حابة لا كريست. مسرحية كيما الهيشة حنا كممثلين ما شبعناهاش. هذا وين بدات تحلى كما يقولوا بالعامية. هذا وين بدات تحلى لنا يعني نحسوا ديك النشوة تاع التمتع في الخشبة. المفروض انه العمل الابداعي مثله مثل الفنان ما يتأرشف، ما عنده تقاعد، ما عنده عمل. مسرحيه كما هذه من المفروض تبرمج هذا العام، تبرمج العام الجاي، تبرمج في اي وقت لانه عندها جمهور. مانيش حابة نحبس أسف والله متأسف. ما علاش هذا الممثل المسرحي بالنسبة لي كيما الحوت الحوت ما يموت. مالوغوزمون بحال حبس العيشة. أنا جيم بيان لو كان يدونا في العروض. سي فريمون دوماج والله العظيم سي فريمون دوماج. الناس اللي في الهيشة كاع ما شاء الله. دوماج باسكو ما شبعناهاش وفي العرضين الاخيرين هذا وين بدا التحليل. ماذا بيا كون نزيدو نلعبو نزيدو ما باليش انا ما تحبش كاع الهيشة. والمسرحيه كمسرحيه الشيء اللي تقولوا ما يموتش. الشيء اللي حب يقولوا يونسكو من خلال اقتباسك نتايا، هذا الشيء يتقال هذا العام ويتقال العام الجاي، يتقال في اي عام، لان الظروف رانا نشوفوها هي نفسها الظروف. والله انا كممثل نتاسف للوضعيه. ممثل يتعب وينتج مسرحيه خاصه كي يكون ممثلين من الطراز العالي ومخرج متخصص في الميدان، اما تكمل العرض كما نشوفوا المسرح ينتج عرض باش ينتج عرض. سي دو لا مال جيستيون، جو لا تروف مال جيستيون. كي نشوفوا باللي عرض كيما هذا صرفوا عليه وعرض جزائري، مخرج جزائري، دي كوميديان جزائريين، ويلاقي نجاح كبير عند الجمهور الجزائري، نغلقوا عليه. مسرحية كبيرة الله يبارك فينا هذه تحبس هكذا فجأة في 24 عرض ومن بعد تروح الارشيف وحنا كممثلين ما شبعناهاش، فما بالو كل جمهور. ان شاء الله ما تحبسش بويسك سي ان تري بو سبيكتاكل. ومن المفروض عمل ينتجوا مسرح وطني ويخسر عليه هذا إلا خسر عليه ويعيا عليه الفنان وكلش. انا نحس لما يتأرشف كانه تأرشفت انايا وقعدت يعني في انتظار الى كاين عمل واحد اخر. ماشي دوك راني خدمت ومن بعد كملت العروض نروح للدار ونربع يديا نستنى عام ولا عامين باش يزيد يتصل بيا مخرج باش نزيد نخدم عرض مسرحي. ان سيرتان جور اون الجيري كانت المسرحيه اللي ما ديرش 200 عرض 300 عرض ما تنحسبش. دوك ولينا نديروا كونطرا تاع 20 عرض وبالسيف. En Algérie, nous avons 48 wilayas. Si l'on donne une représentation, dans chaque wilaya, nous avons 48 représentations. Donc, on fait la moitié, 24. Alors, j'irai encore plus. Normalement, on doit donner 2 représentations, ça fera 96. Sans oublier le sud les villages. والشيء المؤسف أنك مسرح وطني يخسر أموال كبيرة لإنتاج عرض مسرحي مثل الهيشة، وبعد ذلك تلعب 24 عرض ولا 25 عرض ومن بعد العرض يروح للأرشيف. هذا شيء مؤسف جدا. Et puis 24, لو كان نحسبوا 24 يعني لا ماجوريتي تاجو في كامل. يدوها اوران، يدوها سيدي بلعباس، يدوها بجايه. والاخرين
Constantine aussi. Constantine, voilà, j'ai oublié. Mais les autres, nous avons ce qu'il y a, Annaba, Mascara, Timotion, Tessaïda et tout ça, oui. Et pourquoi 24? Mais c'est incompréhensible. Voilà l'apport culturel. كاين l'apport financier c'est vrai, mais l'apport culturel c'est هذا الانتاج هذا يلزم يلحق المجتمع. داير لو مينيستر لا دي ديرنييرمون في الفيستيفال ناسيونال اللي فات قال لك يلزم التياتر تاعنا يتجول ماهوش يلحق لي فيلاج. Je suis un peu en colère mais c'est comme ça. هكذا سياسة الثقافة في بلادنا. ميرسي ميهو. مع الأسف يعني هذا ثاني من بين النقاط السلبية للسياسة الثقافية في البلاد أنه عمل مسرحي يتقدم 25 عرض في مسارح معينة ثم يتوقف دون أن يصل إلى الجمهور العريض. وإحنا بلادنا فيها 48 ولاية والجنوب من حقهم أيضا أنهم يشوفوا أعمال الشمال. مانيش مستغرب لما تتوقف الهيشة بعد هذه العروض لأنه سياستنا هكذا. لكن الخاسر الوحيد هو الجمهور اللي ما وصلوش العرض. الخاسر الوحيد هو العمل بحد ذاته كعمل كتحفة إبداعية أنها ما توصلش للناس. وهنا السؤال باقي مطروح للسلطات العليا في الثقافة، يعني إلى متى المشكل اللي عانيت منه مازالني نعاني منه، راني ناضل من أجله أنه مسرح وطني كامل ما فيهش مخرج واسمه مخرج محترف. كل المتواجدين هما ممثلين رجعوا مخرجين واللي يعني يحزنني أكثر أنه بعض هاد الممثلين متخرجين من برج الكيفان، يعني رجعوا الأكاديميين يحاربوا في الأكاديميين الآن بهذه الممارسات، لأن أولا ما احترموش المهنة نتاعهم وهي مهنة التمثيل وعافوها بين قوسين، وثانيا طفلوا على اختصاص آخر. وهذا هو الوقت اللي رانا نشوفوا روحنا فنانين ومثقفين ومبدعين وفاعلين في هذا المجتمع. هذا هو الوقت اللي لازم نحطوا فيه اليد في اليد ونحاربوا هذه الأمور. هاد الناس هادو ما احترموش التخصص وما احترموش المسرح الوطني، ما احترموش قداسة المسرح الوطني. كفانا نفاق، كفانا كذب على بعضنا البعض، على نفوسنا، ونقول الأشباه الناس المطفلة على الفن روحوا خطونا الله يستركم يا أخي تقدروا، لا حبيتوا ديروا الدراهم وتبنوا وتتزوجوا وتديروا، روحوا شوفوا طريق غير طريق الفن بريء منكم. لأنه هاد الناس لا يمكن أن يصنعوا غير الرداءة، وشي شفناه ولاحظناه، وأنا من هذا المنبر أحمل لهم المسؤولية الكاملة على ما وصل إليه المسرح. علاش تبيعوا بالباطل مواقفكم؟ علاش ترهنوا بالأنانية وجودكم؟ انتما قلبكم مليح، هاي صح، قلبكم مليح، صح، قلبكم مليح، قلبكم مليح.
نعلق له الحمد لله. جيت نجري اربح وكاينه حفله في الاوتيل قلت ني اوتيل وين نروح نشوف الهيشه راح نشوفها اليوم كل حاجه ان شاء الله ما خيبناكش. لا با دي تو اكستراوردينير بالك واش على الكل عليها انا اليوم عندي ما ندير في الفيسبوك اليوم عندي ما نخرج وانا عندي ما نجبجب. اول لي زاكتريس حمامه يعطيك الصحه بارك الله فيك يعطيك الصحه يعطيك الصحه صحتكم 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 يعطيك الصحه يعطيك الصحه ميرسي الهوايج